أنا أقول الحسين قتله الشيعة، شيعته، لا أقصد الشيعة اللي اليوم شيعته الذين كانوا في زمنه هم الذين قتلوه قتل مباشرة، قتلوه بأيديهم. شوف، عندما تتكلم كتب التاريخ عن قتل الحسين رضي الله عنه، الذين باشروا القتل يعني سواء بالأمر أو باليد ثلاثة. عبيد الله بن زياد الذي أمر بذلك، الذي باشر القتل وحرض عليه شمر ابن ذي الجوشن، والذي يعني أظن هو الذي قطع رأس الحسين رضي الله عنه اللي هو سنان بن أنس النخعي. هؤلاء الثلاثة. طيب، هل تعلم أن عبيد الله بن زياد كان في جيش علي، وزياد كذلك أبوه؟ هل تعلم أن سنان بن أنس النخعي كان في جيش علي؟ هل تعلم أن شمر بن الجوشن كان في جيش علي؟ قضية قتلة الإمام الحسين، أولا قيادات الشيعة في مقتل الحسين أغلبها مسجونة ومشردة. هاي النقطة الأولى، مثلا كالمختار الثقفي وميثم التمار من أكابر الشيعة. هاي النقطة الأولى، يعني قيادات الشيعة سجنوا من قبل ابن زياد. حتى والي الكوفة اللي كان قبل ابن زياد تعاطف ويا قضية الحسين، ما رضى يعادي مسلم بن عقيل والإمام الحسين. مسلم بن عقيل سفير الحسين، فسوى يزيد شاف هذا شوية يميل قلب آل البيت، نحاه وخلى عبيد الله ابن زياد. يعني حتى الذي فيه شوية قلب آل محمد يبعدونه. زين، خلوا قوة خارقة بين الكوفة والبصرة، خاف يأتي الإمداد من البصرة لنصرة الحسين، وجاءوا 20,000 مقاتل لنصرة الحسين شيعة، وما خلوهم يدخلون للقتال في كربلاء. هاي النقطة الأولى. نأتي الذين شاركوا في أرض كربلاء، شنو عند الشيعة؟ من هم؟ ابن مرجانة، عمر بن سعد، حرملة، قيس بن الأشعث. بس ممكن ثانية واحدة، هذا الحكي بس وين موجود مشان أقرأه أنا بعد إذنك؟ أنا راح كل أحكي وأعطيك المصادر. تمام، أوكي، شكرا. قيس بن الأشعث، هؤلاء شخصيات كبيرة، شمر، شخصيات الجيوش. شنو نظرة أهل البيت إلهم؟ يا مولانا احنا نريد لعن، لأن جاي يقولون شيعة. قال الإمام الصادق: لعن الله ابن زياد وشمرة وذي الجوشن وحرملة وإلى آخره. إذن هؤلاء ملعونين. نأتي إلى السنة. يا أهل السنة، الشيعة ملعونين عتهم قتلة الحسين. أنتم شنو؟ يأتي أحمد بن حنبل يقول: عمر بن سعد جيش كتيبة يزيد التي قاتلت في كربلاء ضد الحسين رضي الله عنه. هكذا عمر بن سعد ثقة يؤخذ بأحاديثه لأنه من التابعين. طيب، وجه السني والوجه بأي كتاب؟ نعم، موجود بأي كتاب؟ في كتاب مسند أحمد بن حنبل. في كتاب أحمد بن حنبل باب اسمه باب عمر بن سعد. عمرو بن سعد هو يسميه، هو عمر بن سعد يسموه عمرو بن سعد. كتبه راح يطلع لك أحاديث، بحيث السنة يأخذون من عنده أحاديث، اللي هو كبير الذين قاتلوا الحسين في كربلاء. النقطة الأولى هاي. النقطة الثانية، اليوم بعيد عن الحسين انه ابن بنت رسول الله وانه حفيد النبي، بعيد. اذا شخص مظلوم تاريخا بالتاريخ، خب لابد ان نحدث بسيرته للاجيال لكونه مظلوم، صح؟ صح. علماءك يقولون، الامام الغزالي من اكابر علماء السنه في كتاب السواعق المحرقه، واذا احببت الآن أنا ما أدري وين كتاب السواعق المحرقة، ثواني أعطيني السواعق المحرقة. وين راح السواعق المحرقة؟ وينك؟ ثواني. قول علماء السنة، يعني إحنا لو رجل عادي مظلوم لابد أن نتحدث بسيرته. يا علماء السنة، نريد أن نتحدث بمصيبة الحسين لأنها مصيبة رزية، هذا ابن بنت رسول الله ورجل يدافع عن الإسلام. نريد نشوف تقبلون إنا لو ما تقبلون راح نعرض لك كلام علماء السنة في التحدث بمجرد أن تتحدث بمقتل الحسين. ثواني وين أطيح
تعال تفضل اخونا. شوف انظر اهل السنه كيف يمنعون التحدث بمصيبه الحسين. طبعا خلينا نطلع لك الاسم. كتاب السواعق المحرقه في الرد على اهل البدع والزندقه، عالم سني المحدث احمد بن حجر الهيتمي المكي، المولود 899 المتوفي 974. أخرج أحاديث وعلق حواشي وقدم عبد الوهاب عبد اللطيف، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان. ماذا يقول؟ الصفحة 223. شوف، قال الغزالي، إمام الغزالي وغيره أي من العلماء: ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته. يعني الخطيب يحرم عليه أن يتحدث بمقتل الحسين ليش؟ وما جرى بين الصحابة من تشاجر وتخاصم، فإنه يهيج على بغض الصحابة. يعني إذا سولفت بمقتل الحسين راح تبغض الصحابة. طيب إيش علاقة الصحابة بمقتل الحسين؟ فإنه يهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم، وهم أعلام الدين، تلقى الأئمة الذين عنهم رواية، ونحن تلقينا من أئمة دراية، فالطاعن فيهم مطعون. طيب أنا ما يدطعن بالصحابة، سيدي سولف من مقتل الحسين. يقول لا، بمجرد أن تتكلم بمقتل الحسين أنت راح تيجي البغض على الصحابة. قل لي على شنو علاقة هيجي البغض على الصحابة؟ أخي الفاضل، الذين قاتلوا الحسين، الذين قاتلوا الحسين ممدوحين في كتب السنة. يعني أنت راح تدمر الأحاديث السنية. واحد، التحدث بمقتل الحسين، من الذي قتله؟ يزيد. راح يجرك إلى أبيه معاوية. معاوية قاتل علي في معركة صفين. معركة صفين راح تجرك إلى معركة عائشة، معركة الجمل، معركة عائشة ضد علي. معركة عائشة راح تجرك إلى انقلاب أبو بكر وعمر على دار الزهراء. ما تحس نفسك إلا أنت خلصت بريت من الصحابة، لين شي سحب شي فقال لك أنا من النهاية طحها على السني وقال له لا تسولف بمقتل كربلاء، ولا نسولف لك بمقتل كربلاء، ولا نحدثك. لو حدثنا راح يرتبط أمر بأمر، أمر بأمر، فيتبرأ من الرموز والصحابة. هاي ما هاي بو.